يا رب الجود في نجدة وبس، حيا وسهلا وين شاء بالحاضر وتخرج الشرف والله يكرم بس، رب الجود في نجدة. أعزائنا المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلتقي بكم مجددا مع الحلقة الرابعة من برنامجنا وقفات مع التاريخ الحضرمي. وفي هذه الحلقة نستعرض على عجل تاريخ قوم عاد الذين هم أجداد الحضارم الأوائل. وبدءا نحن لا نهدف إلى الافتخار بالانتساب لعاد الذين أهلكهم الله لطغيانهم وبطرهم النعمة، لكننا نسوق الحقائق التاريخية لدحض المغالطات التي تملأ رؤوس الكثيرين من الحضارم وغيرهم حول تاريخهم. وقبل أن نبدأ ننوه إلى كتاب كتبه الأستاذ هادون العطاس اسمه عاد في التاريخ، طبع سنة 1398 في القاهرة، وهو كتاب جيد مختصر مفيد في موضوعه. قوم عاد هم أقدم التجمعات البشرية التي سكنت جزيرة العرب، وهم فرع من قبيلة إيرم السامية. ويرى غالب المؤرخين أن قبيلة إيرم والتي كانت تسكن جنوب العراق نزح منها مجموعات نحو الجزيرة العربية، فسكن قوم عاد الأحقاف، وسكن قوم ثمود شمال الحجاز، بينما استقرت قبيلتا طصم وجديس في اليمامة. ويشار إلى اسم عاد أحيانا بعاد إرم، وهو المقصود بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. فكلمة ذات العماد الغالب أنها صفة لعاد، ولا يصح ما يتناقله الرواة من كون كلمة إرم اسم مدينة، حيث بنوا على هذا الزعم أساطير لا تصح عن ضخامة المدينة. وما جاء في الآية التي تليها في قوله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، لا يعني أن المقصود المدينة، فقد تكون العبارة إشارة إلى العماد، وهي في الغالب إشارة إلى الحصون والقصور والمصانع التي كان قوم عاد يهتمون ببنائها. وقد رجح الأثري السعودي عبد الله الشايع في كتابه أرض البخور واللبان أن العماد المقصودة هي العماد التي تقام عليها بيوت الشعر، فعاد على قوله قبيلة بدوية. وكلامه معارض لما جاء في وصف قوم عاد في القرآن الكريم، قال تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذه المساكن التي بقيت بعد الريح العاصفة لا يمكن أن تكون خياما أو بيوت شعر. والصحيح أن قوم عاد أمة مستقرة متمدنة أدى بهم الترف إلى بطر نعمة الله وإلى الطغيان. قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذه المظاهر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى كلها تؤكد قوتهم وتمدنهم، بل إن البناء إنما كان للعبث والترف، فكيف يستقيم الوصف بالبناء العبثي مع زعم كونهم قبيلة بدوية؟ والقوة في عاد أكدها الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقال تعالى: وتلك عاد جحدوا ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. كل هذه الآيات تؤكد قوتهم، وأن منهم ملوكا وصفهم الله تعالى بالجبارين. وهذه حالة لا تكون إلا في مجتمع مدني، ولم تكن هذه المدنية ولا القوة وليدة اللحظة، بل هي تراكمات زمنية طويلة. ومن المعتقد أن مملكة قوم عاد قامت على عاملين هما الزراعة والتجارة، لذا يمن الله تعالى
عليهم بقولهم أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وهذا دليل الزراعة المتقدمة. ومن دلائل التجارة وصول ذكرهم إلى مصر، كما جاء على لسان مؤمن آل فرعون الذي حذر قومه فقال: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. الأمر الثاني من تاريخ قوم عاد أنهم كما أسلفنا أقدم المجتمعات البشرية، كما أكد القرآن الكريم إذ يمن عليهم بذلك في قوله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. الأمر الثالث: أين سكن قوم عاد؟ قد ذكر الله تعالى أنهم سكنوا الأحقاف، قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واختلف المفسرون على تحديد موضع الأحقاف، لكن أكثرهم على أنها المنطقة الواقعة شرق حضرموت. ومن المؤكد أن اسم حضرموت لم يكن معروفا زمن قوم عاد، فالأحقاف هي الاسم القديم لحضرموت أو لشرق حضرموت تحديدا. وقد وقع المفسرون ومن كتب في تاريخ عاد في إشكالية الاسم الأحقاف، فاعتبروا أن الأحقاف جمع حقف، وهو المستطيل من الرمل في اللغة العربية الشمالية، فاستنتجوا أن الأحقاف منطقة رملية، وفي اعتقادي أن ذلك غير صحيح لما سبق ذكره من كونها جنات وعيون كما وصفها الله تعالى. من المؤكد أن كلمة أحقاف اسم علم أطلق على منطقة في جزيرة العرب كان أهلها يتحدثون لغة مختلفة إلى حد ما. وإذا رجعنا إلى القاموس المهري وهو الباقي من اللسان العربي القديم لوجدنا أن كلمة حقف تعني البناء المحيط بالبيت مثل السور، كما جاء في جوهرة القاموس للأستاذ أحمد طويب المهري. وعندي أن هذا المعنى أقرب للحقيقة وأكثر اتصالا بحضارة قوم عاد القائمة على البنيان، والروح التواقة إلى بناء البيوت والقصور والحصون هي التي ورثها الحضارة عن أجدادهم قوم عاد، إذ من المشاهد وجود روح جامحة للبناء والتفاخر فيه، وهو ما لا يتناسب مع البيئة الفقيرة. الأمر الأخير: ماذا بقي من قوم عاد؟ يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وإنه أهلك عادا الأولى. وهذه الآية تحتمل لفظا وجود عاد ثانية، أو أن المقصود بكلمة عاد الأولى بكلمة عاد الأولى أي القديمة، وهذا فيه خلاف. وقد جاء في آية أخرى قوله تعالى عنهم: فهل ترى لهم من باقية؟ والراجح أن المقصود والله أعلم كما سبق ذكره في حلقة سابقة أن الله لم يبق لعاد ذكرا، ولم يبق من مملكتهم ولا من حضارتهم، حتى إن اسمهم لم يعد أحد ينتسب له. وبقي منهم بقية نجت مع هود عليه السلام، هؤلاء تسموا بقوم هود إرم، وهو الاسم الذي تحول إلى هودرم أو حضرم، حيث من المعلوم أن الأسماء ينالها التحريف والتبديل مع الزمن. وهذا أصل اسم حضرموت كما أسلفنا، وهو اسم للأرض التي عاش فيها قوم هود عليه السلام وأجيالهم اللاحقة، والتي نشأ فيها لاحقا اسم حضرموت. أخيرا هناك أمر يجب التنبيه عنه، وهو قوله تعالى: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. اختلف المفسرون في كلمة مصانع، فقال الإمام الطبري: والصواب في ذلك أن يقال المصانع جمع مصنعة، والعرب تسمي كل بناء مصنعة، وجائز أن يكون ذلك البناء قصورا وحصونا مشيدة، وجائز أن يكون مآخذ ماء. انتهى كلامه. قلت: وتفسير المصنعة
بمأخذ الماء يجوز لفظا، ومآخذ الماء مما تتميز به حضرموت، إذ لا تجد طريقا أو شعبا إلا وفيه سقاية للماء. لكن هذا المعنى لا يصح في تفسير الآية لكونها جاءت على سبيل التقريع واللوم في بناء المصانع، لأنها بنيت بداعي الفخر وطلب الشرف، وهذا ليس ملاحظا في مآخذ الماء. ولا زال الحضارم يسمون البناء العالي مصنعة. يقول الشاعر محمد بامهدي باد بيان: يا مصنعة عراس شنطوب كثرت على الناس المصائب. خلاصة القول أن قوم عاد أمة متمدنة بلغت شأنا كبيرا، لكنهم لما بطروا نعمة الله عليهم أهلكهم وأباد مملكتهم، وبقيت منهم بقية عاشت في نفس الأرض، وهم الحضارم الذين أسسوا مملكة جديدة اعتمدت بشكل أساسي على التجارة، ونالت من الثراء مما دفع المؤرخين إلى تسميتها بالعربية السعيدة. هذه مملكة حضرموت التي نشأت في 1200 قبل الميلاد، وكانت عاصمتها شبوة، وامتدت من شبوة شرقا، من شبوة غربا إلى ظفار شرقا. هذا ما تعلق بقوم عاد أجداد الحضارم، راجين أن نكون قدمنا ما فيه الفائدة لكم، آملين منكم الكتابة لنا بملاحظاتكم واستفساراتكم، وإلى لقاء قادم في الحلقة 5، والتي ستكون بعنوان التاريخ العسكري المنسي للحضارم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.